ليه الناس بتقعد تبعت لي عربيات غريبة الشكل تقول لي ايه رأيك في العربية دي؟ يعني هو في حد بقى بيركب تمبرا موديل 90 او دايهاتسو شارد مش عارف موديل 92 ولا هوندا سيفيك موديل 79 ولا لانسر عيون صفية موديل 88 ولا العربيات دي اختفت انتهت. ده احنا العربيات المنتشرة اللي مغرقه الدنيا الكيا والهونداي واللانسر والبي واي دي والعربيات اللي هي الموديلات الحديثه دي قطع غيارها ساعات بنغلب على ما نلاقيها. انت بقى عايز ترمي نفسك في التهلكه وتجيب عربيه ما فيش منها غير 4 5 في مصر، وباقي العربيات يا اما اترمت يا اما اتعدمت يا اما خدوها في الاحلال. يعني بتوع قطع الغيار ما بقوش يجيبوا قطع غيارها، واللي عنده قطع غيار ليها يا اما رماها يا اما باعها يا اما صفى المحل عشان هو كان بيشتغل في الحاجات القديمه وابتدى يتجه للجديد ويشتغل في العربيات الجديده زي الفيرنا واللانوس والبي واي دي والكيا والهونداي والالنترا والحاجات دي. ما بقاش حد يشتغل. ده انت حاجات ال 131 الفيات 131 اللي كانت مغرقه الشارع والبيجو ال 504 بقيت تلاقيها كده زي المخدرات، ما بقتش تلاقيها. تدور ممكن تلاقي حاجه لو معاك عربيه 131 ولا بيجو، العربيات اللي كانت مغرقه الدنيا ملاكي وتاكس، عشان تلاقيها دلوقتي تقعد تدور في محلات معينه، او تدور على النت بقى. حد لو كان معاه عربيه زيها وباعها وعنده حاجه فاضله ليها، اكسدام ليها، فانوس ليها، سلمها وكان عنده قطع غير ليها قديمه، ما تلاقيش محلات بتشتغل فيها. دلوقتي كل الناس بتشتغل في العربيات اللي من فوق 2000 وانت طالع، من فوق 2000 وانت طالع. فما تروحش انت تجيب عربيه موديل 91 92 93 ولا تمانينات ولا سبعينات وكمان مش منتشره. يعني العربيه الوحيده اللي تتركب في الموديلات القديمه السبعينات والثمانينات والتسعينات ال 128، عشان حاجاتها لغايه دلوقتي موجوده. اي حاجه ليها موجوده لان هي عربيه فضلت لحد 2008 في منها، وعربيه منتشره انتشار رهيب. فانت هتجيب منها موديل قديم هي نفس الشكل بتاع الموديل الجديد، هي نفس الشكل بتاع التسعينات والثمانينات والالفينات، هو الاكسدامات والفوانيس وده بيركب على ده والدنيا تمام. لكن هتروح تجيب عربيه مختلفه تماما، عربيه فظيعه، عربيه مش موجوده، لا. بلاش العربيات المنقرضه دي، خليك في عربيه منتشره، عربيه منتشره كويسه تلاقي لها قطع غيار. قطع الغيار دلوقتي بقت اصعب حاجه، اصعب من شراء العربيه نفسها شراء قطع الغيار. يعني الواحد مش عارف يلاقيها من قطع الغيار الغاليه ارتفاع سعرها، ولا ان هي مش موجوده من الاساس. يعني في انا ساعات في التوفيقيه اللي هي يعتبر سوق قطع الغيار بلاقي ناس هناك ماسكه حاجه معينه في قطع غيار، في عفشه او في موتور او حاجه بيلف بيها في التوفيقيه كلها مش لاقيها، وبتاعت عربيه حديثه. يعني مثلا مش عارف كانت بتاعت هوندا 2004 ولا تويوتا ياريس 2007، حاجه كده من العربيات اللي موجوده، عربيه حديثه مش قديمه. تخيل انت بقى عربيه قديمه بقى موديل سبعينات ولا ثمانينات وتسعينات وقديمه، تعمل ايه بقى ساعتها؟